هاي، كيف بدأت مقاومة الأنسولين وكيف يمكن التعامل معها وماذا تفعل في الجسم؟ هذا ما سنطرحه معكم في هذه الحلقة أنا وتلك القطة. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا يا جماعة، دايما بنقول مقاومة الأنسولين والناس خلاص عرفت مقاومة الأنسولين هي سبب كل المشاكل وهي سبب زيادة الوزن، وأنا مش عارفة أخس عشان عندي مقاومة أنسولين. بس ما تعمقناش إننا نفهم ليه مقاومة الأنسولين بتعمل الحاجات دي كلها. عارفين دايما أنا بشوف إن كل ما عرفنا عن الحاجة وتعمقنا فيها كل ما عرفنا نحلها اسهل، لاننا بقينا فاهمين. يعني هتبقي فاهمه كده معلقه السكر اللي انت بتاخديها دي تخش جسمك تعمل ايه بالظبط، فده هيوفر عليكي كتير قوي. فالحلقه دي فعلا ممكن تكون من اهم الحلقات اللي انا عملتها. يلا بينا نبدا، انا والقطه برضو. يا ميوه يا ميوه، هي نايمه. يلا نبدا. بصوا يا جماعه، عادي احنا كلنا عارفين اننا لما بناكل اي حاجه، الحاجه دي علشان تدخل الجسم لو هي فيها نسبه كارب، الكارب ده عشان يبدا، كارب او بروتين، على فكره البروتين كمان بيرفع الانسولين بس بنسبه اقل شويه، علشان يبدا ان هو يدخل الجسم او يدخل على الخلايا تدينا الطاقه، تخلينا قادرين نتحرك، قادرين نمشي، تخلينا قادرين نعيش كده ونبقى مصحصحين. بيجي هرمون اسمه هرمون الانسولين. هرمون الانسولين ده كائن كيوت كده، بيجي يقوم واخد السكر من ايده او الجلوكوز من ايده ويدخله جوه الخلايا. ده باختصار قصه الانسولين. ايه علاقه بقى مقاومه الانسولين؟ مقاومة الأنسولين هي عبارة إن أنا مثلا جيت كشخص قعدت آكل سكر كتير 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 كتير، سكر أو كربوهيدرات بسيطة من اللي بتعلي الأنسولين قوي وكتير على فترات قريبة، فبيبدأ اللي يحصل إن الأنسولين يلاقي إيه ده، في سكر، الحقوا بسرعة، تعالوا إيه ناخد السكر ده ندخله جوه الخلايا. فالخلايا تفتح، أهلا وسهلا بيك يا أستاذ أنسولين، تعالى اتفضل دخله. مع الوقت الموضوع بيكون أزيد من الطبيعي وأزيد من احتياج الخلايا، فالخلايا بتبدأ تعمل إيه؟ تقول الانسولين مش عايزاه، معلش يا اسطى خليك انت ايه والسكر بتاعك على جنب. طيب الانسولين هيعمل ايه؟ هل هيسيب الجلوكوز في الدم؟ لو الجلوكوز ده اتساب في الدم هنا ستحدث الكارثه، هيبدا بقى سكر دم يعلى وحركات كتيره كده. فبيبدا الانسولين يعمل ايه في الغالب؟ بيبدا ان هو يحوش في الخلايا الدهنيه. الخلايا الدهنيه دي زي مثلا اللي بتكون في محيط البطن، عشان كده دايما بنلاقي ان مقاومه الانسولين مرتبطه بالسمنه. طيب بعد كده لو انا فضلت برضو لسه باكل 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 وما وقفتش وخلاص الخلايا الدهنيه اتملت، هيبدا يحصل حاجه اسمها اكتوبيك اوبيزيتي، او ان بيحصل سمنه في مكان غير مكانها. يعني السمنه المفروض مثلا تحصل في محيط البطن، طيب انا باكل سكر وخلاص الجسم مش عارف يتعامل، باكل سكر، باكل حلويات، باكل بيتزا، باكل اي حاجه فيها كربوهيدرات بسيطه وخلاص الجسم مش قادر يتعامل، هو مش عارف يعمل ايه تاني، فبيبدا ان هو يحط الدهون في اماكن مش بتاعتها. فتلاقي بقى ايه، كبد دهني. بقى الكبد الدهني ده على فكره يا جماعه مشاكله كبيره جدا، ممكن توصل لتليف الكبد. بيبدا ان الدهون تتحط على الاعضاء الداخليه، بعد كده بتبدا ان هي تتحط على الاورده والشرايين، فهيبدا الكوليسترول يعلى. فتلاقي نفسك على طول لو واحده عندها مقاومه انسولين وراحت حللت، في الغالب بتلاقي الكوليسترول بتاعها عالي في الدم. طيب بعد ما الكوليسترول بيبدأ يعلى في الدم، تبدأي تحسي بقى ايه الرسالة الأشهر من أي واحدة بتتابع معايا ومن أي حد عنده مقاومة أنسولين: أنا حاسة إن أنا كبرت 100 سنة، أنا بطلع على السلم مش عارفة أخد نفسي. ما تصحيش يا قطة، خليكي نايمة يا بنت هتقعي. معلش أصل القطة الميوة نايمة على الحرف خالص، فأنا خايفة تقع. تمام. مشاكل بقى تانية كتير جدا بتبدأ ان هي تحصل في الجسم. من المشاكل دي الالتهابات. مؤخرا بقوا يصنفوا السمنة ان هي نوع من انواع الالتهابات، والالتهابات يا جماعة هي اساس اي مرض. طب ليه بتحصل الالتهابات؟ اللي بيحصل ان الجسم بيبقى في حالة غريبة، في حالة ستريس مش طبيعية، في كمية دهون وحاجات مش محطوطه في مكانها، فده بيحفز جهاز المناعه ان هو يجي هو في ايه الخلايا الدهنيه اللي محطوطه في حتت مش بتاعتها دي، فبيبدا جهاز المناعه يصحصح. فلما جهاز المناعه يصحصح تحصل التهابات. طيب الالتهابات يبدا الكورتيزول يعلى، وما ادراكم وما الكورتيزول. الكورتيزول بقى بياخدك في دايره انه بيزود هرمون الجوع اللي هو الغرلين وبيقلل هرمون الليبتين، فتلاقي نفسك جعانه اكتر، فتلاقي نفسك طول الوقت عايزه تاكلي تاني، فانسولينك يعلى، والكورتيزول اصلا بيعلي الانسولين. فهي قصه كده كلها اساسها في هذا الهرمون المسيطر. المهم يعني ان هو
هرمون لطيف ظريف خفيف ليه وظائف كتير، هو انابوليك هرمون. هو هيساعدك لو انت بتتمرني تمارين مقاومه وبتاكلي اكل صحي انك تبني عضلاتك وتبقي فت كده وبت حلوه، وفي نفس الوقت هو هيساعدك انك تتخني عادي جدا. هو ما عندوش اي مشكله في كلتا الحالتين. هو بيعمل بيعمل شغل، انت بقى تديله ايه هيعمل على اساس الشغل ده. طيب دي كده باختصار الحاجات الاساسيه جدا في مقاومات الانسولين. ايه بعد الفاصل؟ طيب ازاي بقى ان احنا نبدا نعالج مقاومه الانسولين؟ في مليون دايت لمقاومه الانسولين، بس احنا لما بنفهم المشكله حصلت منين علاجها بيكون سهل. المشكله بكل بساطه سببها ان انا باخد كربوهيدرات بسيطه بكميات كبيره. الكربوهيدرات البسيطه دي الانسولين ما بيترفعش في كل الاكل بنفس المستوى. يعني لو انا باكل بروتين مش هيترفع زي لو انا باكل مثلا بيتزا مثلا او باكل ايس كريم او كده. اكيد هيترفع اكتر في الحاجات اللي فيها سكر اعلى، اكيد منطقي جدا. طيب لو انا باخد حاجه تعليه قوي واقعد شويه واخد حاجه تانية تعليه قوي واقعد شويه واخد حاجه تانية تعليه قوي، هو بيبدا اللي هو في يا عم يعني ما صباح الفل علينا، ما تعملش فينا كده يعني. فمع الوقت بيهنج بقى وبيستهبل. طيب في نقطه كمان مهمه يا جماعه، لو الانسولين فضل يهنج ويستهبل على اعضاء الجسم التانية وعلى الخلايا التانية، بعد كده هندخل في مرحله ان هو خلاص مبقاش عارف يشتغل، فيبدا السكر يبقى في الدم عالي. لما السكر يبقى في الدم العالي سكر، ده مرض السكر. تمام. فهو الانسولين بري دايابيتك، هو مقاومه الانسولين بري دايابيتك، احنا داخلين على سكر من النوع التاني. طب لو السكر من النوع التاني ده محدش خد موقف برضه وفضل مكمل، خلاص بقى البنكرياس بيصوت منكم وبيقول لكم والله العظيم انا هعمل لكم حاجه تاني وخلاص يا عم مفيش انسولين، فنبدا ناخد انسولين من بره بقى. فليله كبيره قوي. حلها لطيف قوي يعني. دلوقتي اقول لكم حلها. عرفنا المشكله كربوهيدرات بسيطه، اكل على مدار اليوم. الحل في النقطتين دول. اول خطوه في الحل يا جماعه مش ان انا اصوم 16 ساعه او 18 ساعه، ده مش منطقي. انا واحده لو عندي مقاومه انسولين من ضمن الحاجات اللي بتحصل ان الخلايا ما بيدخلهاش الغذاء، فانت بتفضلي على طول جعانه. اول خطوه بتعمليها انك بتاكلي نفس عدد الوجبات بتاعتك بس من مصادر صحيه. يعني انا عايزه سكر كتير، انا عايزه اكل سكر، انا عايزه اكل حاجه مسكره، هبدا ابدلها بفاكهه، هبدا اجيب فاكهه كتير في البيت. مش صح، الفاكهه ليها اضرار، بس دي كحاجه قدام ضررها اقل من السكر، وانا بعود جسمي انه ياخد سكر من مصدر تاني، من مصدر مش بيعلي سكر الدم قوي. الفاكهه بيكون معاها الياف وبيكون معاها حاجات كتير فمش بتعلي سكر الدم زي السكر الصريح. تمام. فاول حاجه ان انا هحط وجبات كافيه، الوجبات دي يكون فيها بروتين وخضار ودهون، وابدا اصوم بس 12 ساعه. يعني لو انا هبطل اكل 9 بالليل هاكل 9 الصبح. مع الوقت لما بنقطع السكر بيبدا شهيتنا تقل. فتاني خطوه مهمه تتعمل ان احنا نزود ساعات الصيام. طب ليه نصوم؟ ما احنا ممكن نقعد ناكل طول اليوم وجبات صغيره وصحيه. الفكره كلها ان انت لو قعدتي تاكلي طول اليوم وجبات صغيره وصحيه على فكره هتلاقي نفسك بتخسي، مش هتلاقي اي مشكله، فعلا هتلاقي نفسك بتخسي ومقاومه الانسولين بتتحسن. بس لما بتوقفي اكل فتره، عارفه يعني بتقولي البنكرياس اقعد ارتاح يا عم، حقك عليا والنبي بوس راسك يا عم، خليك قاعد مرتاح وانا تحت امرك، يعني انا مش هاكل وهسيبك ترتاح. تمام. فده بيخلي البنكرياس يرتاح، بيبدا يزود حساسيه الانسولين. حاجه ثالثه مهمه جدا 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 مليون مره هي تمارين المقاومه. تمارين المقاومه من اكتر الحاجات اللي بتزود حساسيه الخلايا الانسولين. يعني انت لو عندك عضلات كافيه بيبقى كأن عندك مصنع كده، فحتى لو جيتي كلتي حاجه مسكره مش هتاثر. المشكله دلوقتي ان هي بقت بتاثر عشان احنا ما بنتمرنش فكتلتنا العضليه ضعيفه. بس دي الحاجات اللي انا كنت عايزه اقولها في الحلقه دي عن مقاومه الانسولين، واتمنى اكون فدتكم. وشكرا بجد يا جماعه. انا حاسه ان يعني بدات الفيديوهات تتشاف شويه، فدي حاجه يعني انا مبسوطه بيها جدا، وان شاء الله الفتره الجايه اعمل محتوى كتير. وشكرا على كل الكومنتات اللطيفه والله اللي بتكتبوها لي في الفيديوهات. كتر خيركم والله بجد يعني. او متنسوش بقى تسالوا عن عروض المتابعه، انا عامله عروض حاليا حلوه جدا وهتحققوا تستفيدوا منها. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كان معاكم دكتور ايمان اشرف. باي. نوا قولي لهم باي. بس بس بس.